عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم أخواتي؟ يعطيكم العافية. رجعت لكم اليوم فيديو جديد بتمنى ينال إعجابكم. طبعا الفيديو اليوم رح أعمل لكم فطاير الزعتر. طبعا هالفطاير الزعتر بدون عجينة، طريقة كتير رائعة. هلا هي ترند على السوشيال ميديا. ماشي أخواتي، أول شي نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلش. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا هلا هون عنا 3 معالق زيت زيتون، عنا كمان 3 معالق زعتر. زعتر أخضر، زعتر عادي ما بيأثر، زعتر الأخضر بيعطيها طعمة كتير طيبة. وعنا 3 بيضات، وعنا جبنة تشيدر. ماشي أختي. هلا أول شي رح نبلش معكم، رح نفقس البيض. وهلا رح نحط عنا الزيت 3 معالق زيت زيتون هالشكل. عنا 3 معالق طبعا زعتر، رح نحط لهم رشة ملح بهالشكل. هلا هيك رح نخفقهم كتير منيح. طبعا عنا هون الجبنة تشيدر، بعد ما نخلص الفطيرة رح نحطها على الوجه. طبعا مو شي الزامي، بس على الوجه مشان تعطيها طعمة لذيذة. رح نحطها على الوجه آخر شي. هلا هيك طبعا رح نخفقها منيح. وهلا عنا المقلاية رح نحطها على النار، ورح نحط زيت زيتون مسحة صغيرة. هلا هيك شغلنا الغاز. هلا رح نخليها تحمى شوي صغيرة ونحط طبعا هالكمية هاي بتعمل لي فطيرتين. هلا هيك عنا رح نحط نصف الكمية بهالشكل هاد. رح تحاولي تاخديها بالشكل المستدير. هلا رح نعملها بشكل مستدير. ماشي اخواتي بالشكل هاد. كتير جربيها وان شاء الله رح تعجبك كتير. انا جربتها واولادي حبوها كتير. هلا بهالشكل هاد رح نخليها دقائق قليلة. رح تجيب التشيدر رح نبشره بهالشكل هاد. طبعا ما رح نكتر، كمية خفيفة تعطي طعم كتير رائع. رح نغطيها شوي صغيرة دقائق اختي، ما بدها اكثر. ما شاء الله. والريحة هالشكل هاد. طبعا هيك ما رح، طبعا هي ما شاء الله. طبعا المقالي انا عندي هون الجرانيت ما بيلدع ما بيحرقها هالشكل. هلا رح اطويها. شوفوا اختي هالشكل هاد هيك ما شاء الله. هلا رح ارجع اسوي، رح اخليها دقايق اختي، ما بدها دقايق، وانتي واقفه بتقلبيها وبتسوي بتبشري عليها الجبنه وانتي واقفه. هلا هيك انا استويت عندي، ورح اجيب اسوي الثانيه. هلا هيك عنا هاي الثانيه بهالشكل هذا. رح نحاول بس شوي صغيره مشان ما نحفر الفطيرة. رح نعملها بشكل مستدير. شوفوا اختي وانا عم بساويها هي عم تستوي لانه ما في عجين. هلا اذا بتحبي تحطي لها معلقة طحين ما بيأثر، كمان بتصير نفس الشيء. شوفي اختي ما بتلزق معي ابدا بالشكل هذا ما شاء الله. هاي القطعة الثانية. هلا هيك رح نبشر الجبنة ونغطيها شوي صغيرة. هلا شوفي اختي ما شاء الله. هلا هيك بهالشكل هاد معنا منقوشة الزعتر. طبعا باللبناني المنقوشة، وعنا بسوريا عنا بيقولوا فطيرة الزعتر. هالشكل هاد ما شاء الله. هلا هيك وقت بتكون حرارة طبعا بتلاقي الجبنة ما شاء الله بتمط. شوفوا ما شاء الله هالشكل هاد. اوه ما شاء الله ما شاء الله. ودوقوها وان شاء الله راح تدعونا. بس بتمنى منكم تحطوا لي لايك وشير واشتراك بقناتي، وتفعلوا لي جرس التنبيهات منشان اوصلكم فيديوهاتي اخواتي. هلا هيك صحة والف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي. شوفوا ما شاء الله ندوقها. ما شاء الله ولا أطيب من هيك.